بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التصريح يأتي على هامش انعقاد الدورة العادية شهر ماي بمجلس الجمعية للنقل بقلم الحوز. الدورة اللي عرفت واحد النقاش مستفيض ونرفز بعض الأحيان حول مجموعة من النقط المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي الناتج عن السنة المالية 2025. الفائض الحقيقي ديال هذه الجماعة في هذه السنة المالية هو 1,620,000. حنا كمعارضة قدمنا مجموعة من الاقتراحات اللي كتصب في صلب الاهتمامات ديال المواطنين وفي صلب حل مجموعة من الإشكالات اللي كاين في مجموعة من الدواوين. بديناها بما يتعلق بإشكاليات ديال الماء في دوار تيزكي اللي كيعرف معاناة كبيرة في هذا الجانب هذا، وطالبنا أنه يتم إدراج البئر ديال دوار تيزكي في الموضوع، وأيضا بناء صهري جديد في دوار الدوانمر. ما يتعلق بدوار إمزاين، كيعاني الدوار من بعد المدرسة، وطلبنا بناء قنطرة اللي كتربط ما بين الدوار والمدرسة، واحد المبلغ مالي قدرناه ب 400,000 درهم، في الوقت اللي الرئيس اقترح مبلغ صغير جدا اللي كنشوفوه ما غاديش يفك الإشكالية اللي كاينة في دوار إمزاين في رابط المدرسة بالدوار. وما يتعلق بمسألة أخرى هو أننا طلبنا بتوسيع الشبكة الكهربائية من اجل استفاده مجموعه من المواطنين في دوار تيزكي. عندنا مجموعه من المنازل في هذا الدوار اللي لحد الان وحنا في 2026 كيعانيو مقصيين من الشبكه الكهربائيه، وطلبنا بالتوسيع ديال الشبكه باش يستافدوا منهم هاد الساكنه، لكن الرئيس رفض انه يدرج هذه النقطه في ضرب تام التوجيهات الملكيه الساميه والتعليمات الملكيه الساميه في الموضوع ديال انه المواطنين خصهم يتعطوا لهم الحقوق ديالهم. وطالبنا وبإلحاح أنه هاد الناس خصهم يتنصفوا سنوات هذه وهما كيعانيو بدون كهرباء، لكن الرئيس أراد برمجة هذه الميزانية في واحد الجانب اللي يقوم باستغلاله بشكل شخصي، وهو الجانب ديال الآليات الكبيرة للجماعة. اقترح أنه يتم شراء آلات حفارة ب 900,000 درهم في ضرب للصواب وفي ضرب لجميع الإشكالات اللي كتخبط فيها الجماعة. كتبان لي هو الجي سي بي والبوكلان ومارتو ديال البوكلان في الوقت اللي الناس كيعانيو من غياب ديال الضوء، من غياب ديال الماء، وايضا وحنا في منطقه ضربها الزلزال ديال 8 شتنبر 2023. لذلك انا والاخوان ديالي في المعارضه رفضنا هذه النقاط المتعلقه بشراء الاله ديال المارتو والاله ديال الحفاره، وقمنا بالمصادقه على بناء قنطره على دوار امزاين وتعميق بير دوار تزكي، وايضا سياج المقابر ديال المقبره ديال دوار ايد حمد، وقمنا بطلب سياج المقبره ايمين دالا، هذا الدوار اللي ضربوا الزلزال وكانت فيه عدد الوفيات 84 وفاه. في نفس الوقت المقبره ديالو لا تزال بدون سياج، وطلبنا باش يتم الانصاف ديال هذوك الموتى وتولي هذيك المقبره عندها واحد الحرمه في احتراما لهم واحتراما للعائلات ديالهم. لكن السيد الرئيس لا زال مستمرا في رفض المقترحات ديالنا وفي رفض جميع الحلول اللي كتصب في المصلحه ديال المواطن. فيما يتعلق بالنقطه الاخيره اللي عشتها الدوره ديال انتخاب نواب الرئيس، كان هناك نقاش قانوني حول لائحتين، لائحه فيها عنصر نسوي ولائحه ما فيهاش عنصر نسوي. والماده 17 من القانون التنظيمي 113 14 واضحه انه التمثيليه ديال العنصر النسوي يجب ضروري ان تكون في المكتب، وطالبنا بانه يتم تدوين في المحضر ان هذه النقطه يتم فيها الطعن في لدى القضاء الاداري بمراكش. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام الحسن، عضو مجلس جماعة مقال وعضو مجموعة جماعة مراكش في التوزيع. اليوم كما تعرفوا انه دوزنا واحد الدورة ديال ماي، الدورة العادية. كانت تخصصت واحد يعني الميزانية ديال تقارب يعني لا تتجاوز 160 مليون. حنا تنهضروا بالسنتي باش المواطنين يفهموا، باش نكونوا اقرب، لان احيانا ما تيفهموش هذا السنتي ديال الدرهم. على اي كان الخلاف حول النقاط اللي عرضتها الأغلبية، واللي تنشوفوها حنا أنها بعيدة كل البعد عن المشاكل اللي تعرفوها الساكنة ديالنا نقال ككل. عرفنا أنه حنا في واحد الوضع اللي داز عندنا الزلزال
وعندنا مشاكل كثيره تتعلق بالصرف الصحي، بالمشاكل ديال المياه الصالحه للشرب، بالمشاكل ديال الاناره العموميه، يعني مشاكل اللي هي انيه. في حين انه حنا فاش تنجيو وتنشوفوا المقترحات اللي تيتعطاو مثلا في لجنه الميزانيه، لجنه البرمجه ديال السيد الرئيس، اللي طبعا هو اللي تعطيهم هذه النقاط هذو، تلقاو انه تدار مبالغ بحال مثلا 90 مليون اللي غتشرى بها واحد الحماله ديال سميتو ديال الطراكس. هادشي حنا عندنا اولويات، هادشي اللي تنقولوا لهم حنا، تا ودي عندنا اولويات، عندنا مشاكل اللي خصنا انيه. مثلا نهضروا مثلا كنموذج واحد الطريق ديال لي قردان، اللي الحمد لله انه بعد ما كان واحد النقاش مستفيض والغوات وهذا جاب الله انه تدرجات في نهايه الامر. لكن ما نسجله انا بالخصوص ما نسجله شخصيا على هذه المساله ديال الاليات. حنا وصلت لها في الدوره، حنا فنقول عندنا الرئيس ديما تيتجه يشري الاليات، يا اما اصلاح الاليات يا اما شراء الاليات. وفاش تنجيو للواقع تلقاو انه المواطنين فاش تيبغيو واحد الاليه ديال حفاره ولا تيمشيو مساكن خص يخلصوها، خص يكريوها. واصلا كانت واحد الشكايه وجهناها للسلطات الاقليميه ووجهنا العماله بخصوص هذه الاليات، لان تيشتغلوا في القطاع الخاص احيانا بدون سميتو، يعني تيشتغلوا بلا بلايك. حنا ترافعنا وبدينا تنغوتوا في المجلس الا تداروا لهم البلايك بعدا باش نعرفوا فين ما لقيناهم خدامين نعرفوهم. وحنا كنا راسلنا السلطات كما قلت بخصوص بعض الصفقات اللي تدور حول هذه الاليات، وكنت شرط لها في المجلس انه راه صفقات مشبوهه. وعندنا يعني بعض يعني جميع الوثائق اللي تدور على مجموعه من سميتو فيها يعني محضر ديال المعاينه ديال واحد هاد الطراكس اللي غنشريوها حنا ب 90 مليون، غادي تجي غتعاود ثاني تشتغل لفائده اشخاص معينين، تشتغل للمصلحه العامه. اذا حنا كما قلت عندنا اولويات، تنرفعوا على الاولويات اللي هي رئيسيه بحال المدارس، بحال الطرق، بحال فك العزله على مجموعه من الضوابط. هذه الاولويات. ولا جينا مثلا نشوفوا مثلا برنامج عمل الجماعه اللي حطيناه واللي حطته الاغلبيه نيت السلطات عليه في بدايه السنه لا يتم احترامه. تيكون مثلا هذا الفائض اللي تيكون بعيد كل البعد على داك الشيء اللي حنا قررنا مثلا اللي هما قرروا، لان حنا كنا عطيناهم بعض النقاط ما درجوهمش، ولكن على اي خص برنامج عمل الجامعه تحترم. فاش تنجيو حنا تنشوفوا الميزانيه لا تحترم اطلاقا هذا برنامج عمل الجامعه. هادشي اللي كاين وشكرا.